الديمقراطية بالعالم العربي مزدهرة، وين ما بتروح انتخابات. الأسبوع الماضي شفنا صورة المرشحة أم علي بالعراق اللي مرشحة على الانتخابات، بس حاطة صورة خيا الحاج أبو زينب. واليوم رح تشوفوا مجموعة صور ما بتشوفوها بأحلامكم. أنا لليوم تفهمت ليش الحجة حطت صورة خيا. تفضلوا شوفوا الناخبين بالعراق قد ايه محمسين على الانتخابات، حتى في عسكري عم بكشكش. الديمقراطية مثل ما بنعرف هي تعبير عن الرأي، والشباب جابوا رأيهم ووجهوا على الحيط. والأقوى من هيك المرشح زهراوي عباس قرر يوصل للناخب العراقي من خلال بطنه. يعني صورته لاحقة على الفروج. مع كل فروج بيطلع لك زهراوي. بدك تعذرني سيد زهراوي، انت استغلالي. معلش انت عم تستغل الصدورة والفخاد لتحقيق غاياتك. صورة الجيش طبعا مش بس شابوبا للمرشح اللي خلى صدام يموت مرة تانية بغايزه، وهو أحمد جاسم قطافة، مرشح حركة الفقراء والعاطلين. لكن انتبه على الشمس فوق راسه كيف شارقة. تبعت شمس شارقة فوق راسه. رجع فرجينا الصورة، فرجينا الصورة. ليك ما أحلاك. وعلى شماله جبل الفقراء، وعلى يمينه جبل العاطلين. يعني عاطلين عن العمل أكيد يعني. ليك وهو مثل عمود الكهرباء مشنك بيناتهم، وشعاره قال الفقر أمي والفقير أبي، وتبكي أيادي الفقراء وتشكي أيادي العاطلين. هذا مش مرشح، هذا شحاد وكحيان وما معه يمشي. كرمال هيك بده يعمل نايب. واجمل شيء بالصوره شواربه، واقف على شواربه يقف عليهم نسر. على سيرة صورة والطيور، اسمعوا هالخبر المتعلق بعشق اللبنانيين للطيور الجميله. وزير البيئه محمد